بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احلى شويه كبده ممكن تعملوها، يا رب بألف هنا وشفا للي ياكل. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، يا ريت ما نهجرش المصاحف بعد رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الناس لما رمضان بيخلص بتسيب المصاحف وبتهجرها. اعملوا ان شاء الله حتى كل يوم ايه واحده، ايتين، 3، على قد اجتهادكم. يعني الناس بتجتهد جامد جدا في رمضان، وانا من الناس دي. بتخلص المصحف مرة أو 2 أو 3، كل واحد واجتهاده، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. بس بتمنى إن الناس اللي قرأت في رمضان وعرفت متعة الصلاة ومتعة رمضان ومتعة القرآن تستمر عليها إن شاء الله من السنة للسنة. اختموا المصحف إن شاء الله مرة واحدة بس، صدقوني متعة مش هتحس بيها غير الناس اللي هي عملتها بجد أو اجتهدت في رمضان بجد، وزي ما بيقولوا كده حست ان الاجتهاد بتاعها جيب بنتيجة حلوة، حست انها مرتاحة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب، اللهم امين. لو عجبتكم الوصفة ادعموني بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا وشفا يا رب. تعالوا نشوف الحاجات الحلوة دي اتعملت ازاي. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة حبة كبدة كده حلوين. طبعا الكبدة يعني زيت، لو عايزة تعمليها بحتة ليا أو حتة دهنة من اللي بتيجي مع الكبد والكلاوي مفيش أي مانع خالص، بتدي طعم حلو جدا. هننزل مع شوية الزيت كده وشوية كده من الملح. وعندي هنا الكبدة بلدي، هنسقيها بس تقليبة واحدة علشان المكان بتاعتها كلها تتقلب. وعندي هنا عصير ليمونتين، وباخد كمان القشر بتاعهم بحط في قلب الكبد، بضيع اي زفاره. ده غير كمان ان الزيوت اللي موجوده في قلب القشره دي حلوه جدا وغنيه فيتامين سي. كل الناس دلوقتي محتاجه فيتامين سي في اكلها عشان المناعه والتعب اللي ماشي اليومين دول. ربنا يشفي ويعافي كل مريض يعني. هنديها تقليبتين بس كده لحد لون الكبده ما يغير. عندي هنا الكبده خلاص دخلت في السوا كده، ما بتاخدش 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي على النار بالشكل ده. بتجسيها كده بتلاقيها خلاص دخلت في السوا. اسيبها كمان 3 دقايق كده لحد ما ايه كل المسام بتاعتها تتقفل. حطيت طاسه على العين التانية. طبعا اللي متابع فيديوهاتي عارف ان انا ما بحبش احط الخضار او البصل او الفلفل او الثوم على الكبده نفسها. انا بحب احط الكبده لوحدها في مكان واعمل الخضار بتاعها في مكان تاني. حطيت كده طاسه وحطيت فيها شويه من الزيت، برضو زي ما قلت لكم عايزين تحطوا زبده، عايزين تحطوا ليا، تعملوها باي حاجه ممكن تعملوها ما فيهاش مشكله. وشعره كده من الملح. عندي هنا فصين توم هنزل بيهم كده مع الزيت، ودي تشويحه واحده بس كده لحد التوم هيصفر معايا. وبعد ما يصفر سنه بسيطه كده انزل برشه كده من الفلفل الاسمر يطلع الريحه بتاعه التوم عندي، ما تخليش التومه تبقى غامقه معاكي. وتروحي نازله بالبصله بتاعتك بالشكل ده. عايزه تعملي الكبده ببصله مفيش مشكله، عايزه تشيلي البصل من الكبده برده مفيش اي مشاكل خالص، بس انا بحب احطها عشان بتدي تسكيره حلوه قوي للكبده. هتاخد بس تقليبه واحده وهننزل بالفلفل الرومي بتاعها. انا كمان بحط عليها فلفل الوان لو حابه او عندي، انما انا دلوقتي مش بتاعهم بالفلفل الالوان. فنزلت كده
الفلفل الاخضر بالشكل ده، هديها بس تقلبتين. احط شويه ملح وشويه فلفل ومعلقه صغيره من الكمون. الليمون بيعزز الحديد جدا يا جماعه، الكمون والليمون بيعززوا الحديد جدا مع الكبده. يعني اي حد عنده نسبه كده من الانيميا ممكن يعمل الاكله دي. عندي الكبده كده خلاص استوت. طبعا احنا ما حدقناش ولا حطينا عليها اي حاجه خالص. برضو هنزل عليها بشويه كده من الكمون ونطره كده من الفلفل الاسمر وشويه من الملح. عندي هنا خلاص الخضار خد تشويحه كده بسيطه. هنزل بقى بيه زي ما هو كده على الكبده بتاعتي بالشكل ده، وتدي بقى تقلبتين حلوين كده. وخلاص الكبده عندي هنا جاهزه. تعالوا بقى عشان نقدم.